صباح الخير لكل المحبين وصباح الخير لكل الداعمين. يعني ما بعرف شو بدي احكي على جماعة يلي بيآمنوا كتير بالأبراج وبيسمعوا الأبراج من الصبح وحظوظهم وحظك هذا اليوم وحظك بكرة وحظك الشهر اللي جاي، وانتبه جايك خبر ما حلو، وانتبه من حادث سير، من حدا مريض عندك. يعني أنا ما بعرف، صارت شغلة اللي ما له شغلة، مع احترامي لناس إلهم أسماء كبيرة. طبعا هدول على جنب تماما، ولكن اللي عم يصير معنا اليوم في ناس عم تمشي حسب الأبراج. ما بتعمل قصة معينة، ما بتطلع برات البيت، ما ممكن يعني تشتغل أي شغل إلا لحتى تسمع البرج تبعها. يعني والله يا جماعة الله ما شاف بالعقل نعرف، يعني مو لهالدرجة نحن كمان اليوم عايشين على أمل الأبراج. يعني أعقلها وتوكل. يعني ما أنا ظابطة. معقول أنا أسمع برج اليوم عم يقلي اليوم جايك خبر سيء أو ممكن أنت يصير معك حادث؟ طب أنا ضليت فكر بهذا الموضوع جذبته، صح ولا لا؟ يعني يا مثقفين يا بتوع المدارس يا متعلمين، يعني هذا الكلام والله مو نفعان. في ناس قريبة مني كتير من الصبح، يعني من أول ما بتفتح عيونها تتسمع على الراديو، بتسمع طبعا بيكون معها هذا الموبايل اللي له شريطة وما بعرف شو بيطلع الصوت من صوت الإذاعة يعني. آه، بتكون حاطط له السماعة بعتقد، وبتقعد بتتسمع، وبعد شوي بتطب فنجان القهوة. وين عايشة انتي وعم تصلي وتصومي وتذكري ربك؟ معناها كل شي عم تعملي انتي ما صح، ما